بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بحضراتكم مع الجديد في الغزل والنسيج ومع مرحلة التنشية. مرحلة التنشية ديت هي مرحلة مهمة بالنسبة للنسيج لأنها بتعمل زيادة القدرة الإنتاجية عن طريق زيادة متانة الخيط، بتدي للخيط متانة وبتدي انتظامية في طول الخيط، وأيضا بتدي مرونة في الخيط، وأيضا بتعمل على التغلب على عيوب الغزل، بتخلي الخيط كويس. ملخصها ازاي؟ الخيط انا بغمره في محلول كيميائي ثم بجففه، دي الملخص بتاعها عملية التنشية. يبقى الزتونة بتاعتها هي المحلول الكيميائي. في نوعين من التنشية: التنشية عن طريق الاسطوانات او مطاوي السدة، بجمع مجموعة من المطاوي بخليهم مطوة واحدة، أو التنشية عن طريق القضبان. الحقيقة الأولانية، المرحلة الأولانية هي أهم حاجة، التنشية عن طريق الأسطوانات، لأن بتخلي فيه انتظامية في الشدد. طيب إيه هي مكونات بقى المحلول ده بيتكون من عدة مواد. بيبقى فيه مادة التنشية زي نشا القمح، في مواد دهنية، في مواد مرطبة، في مواد مطهرة، في مواد مثقلة، في صودا كاوي. يبقى المكونات بتاعته بنحط الطبخة بتاعته، احنا بنسميها كده نشا القمح، بنحط جليسرين ده المحلول الكيميائي، بنحط كلوريد الكالسيوم لانه بيعمل عملية ترطيب وبيدي لمعة، بندي مواد مطهرة، كلوريد الزنك ده مهم جدا في طبخة التنشية. بنحط ملح الطعام او ملح انجليزي عشان بيدي تقل للخيط، مهم ملح الطعام او ملح انجليزي. بنحط صودا كاوي لانها بتساعد على المسام. بنحط ماء وخلطة بوش. يبقى ملخص الطبخة زي الست كده اما تيجي تغبس حاجة، في مكوناتها نشا قمح، جليسرين، كلوريد كالسيوم، صودا كاوية، ماء، كلوريد زنك، وما تنساش ملح الطعام او الملح الانجليزي. ديت هي مرحلة التنشية قبل ما احط مطوة السدة على ماكينة النسيج، سواء مكنة ارضية بقى بعمل فوطة او مكنة نسيج عادي. ادي الاسطوانات. اهم حاجه بقى ايه هي؟ مرحله الغمر في الخيوط اللي هي بعمل فيها عمليه، ودي بتعتمد على شدد، بتعتمد على سرعه معينه، لازما الخيط يبقى ليه شدد معين، وده بيتعمل عن طريق الكمبيوتر. بقت سهله جدا. شايفين بقى؟ شايف التنشيه بتعالج ايه؟ بتعالج الهيرنز، بتعمل انتظاميه، بتخلي الخيط جميل جدا. مهمة جدا عملية التنشية ولها تأثير على اقتصاديات النسيج. شايف حضرتك بقت عاملة ازاي؟ بتدي حتى القماش اللي طالع فيه لمعة، وبتستخدم فيه الستائر، بتحس الستارة فيها انتظامية. ادي مطاوي السدة. المطاوي بنجمع مجموعة من المطاوي بعد مرحلة التسدية، وباخد هذه المطاوي وبجمعها مع بعض وبيحطها على مكنة التنشية. موديلات ماكينات التنشية كتيرة. في ماكينة الماير دي برضو مكنة مهمة أغلب العالم بيستخدمها. في دوران بيبقى بسرعة معينة عن طريق المواتير. في أيضا بيبقى في الشدد، بضبط الشدد بتاعها، بضبط أهم حاجة المكونات بتاعة التنشية أو طبخة التنشية. ديت هي الملخص لعملية التنشية.